السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. طبعا عندنا أخبار مهمة جدا تخص كل جمهور نادي الزمالك هنتكلم فيها. هنتكلم كمان عن تشكيل مباراة السوبر أمام الأهلي بكرة إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، ولكن قبل ما نتكلم في أي حاجة وقبل ما أحكي لك الحكاية بالتفصيل ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان تحط لايك للفيديو واشترك في القناة لو أنت مش مشترك عشان يصلك كل فيديوهاتنا. طبعا بطلب من كل الناس طبعا اللي هي بتحب التوقع وكده، توقع نتيجة مباراة السوبر أمام الأهلي بكرة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك، والزمالك ان شاء الله باذن الله بكره يكسب 2-0. طبعا كل الناس اللي هتتوقع يا ريت تكتب لي في كومنتات تحت الفيديو هو التوقع طبعا مباراه السوبر بكره. نتمنى زي ما قلت كل التوفيق للزمالك وكل جمهور نادي الزمالك كالعاده في ظهر فرقته. ما تسمعش لاي حد، اقفل ودنك لحد بكره وبعد كده يبقى لنا كلام تاني وهنحاسب كل واحد، ولكن ان شاء الله الخير باذن الله يكون في صالح نادي الزمالك والتوفيق معانا بكره باذن الله. مباراه مهمه جدا لا تقل عن مباراه نهائي القرن، مباراه بنتمنى من كل جمهور نادي الزمالك زي ما قلت العقليه تتغير يا جماعه، العقليه تتغير. عقليه جمهور الزمالك قبل كده كانت الفوز، ما عدتش تدي اعذار لاي حد. انا مش هدي عذر لاي لاعب ولا لمدير فني ولا الاداره ولا لاي حد، انا عاوز اكسب بس. انا بطلب من لعيبه نادي الزمالك ان هي تنزل الملعب تموت نفسها وتكسب وتفرح جمهورها بس. انا مش محتاج حاجه اكتر من كده. انا كجمهور الزمالك محتاج انام مبسوط بس، موضوع بسيط جدا. فان شاء الله يوم الجمعه باذن الله جمهور الزمالك ينام مبسوط ويفرح طبعا بالسوبر الافريقي باذن الله. عشان كده ما تحطش حجج واعذار، اصل التمرين اتسرب، اصل ما اعرفش ايه. ما فيش اي حاجه، ما فيش حاجه اتسربت ولا في اي حاجه. كل الموضوع هو فيديو 10 ثواني، وطبعا خلاص الاداره خدت قرار بمنع الاعلام ان هو يشوف التمرين بتاع نادي الزمالك. وزي ما قلت الفرقتين مكشوفين لبعض، مفيش اي مفاجآت، فكل الدنيا باينه. ما تسمعش لاي حد ان هم بيحاولوا يشتتوك بره الملعب، ياخدوك في حته ان التمرين اتسرب. لما لقوا جمهور الزمالك مركز، جمهور الزمالك بيضغط عشان الفرقه تفوز، فنتمنى من كل الناس خلاص الدعم ان شاء الله بكره باذن الله. يا ربنا يكرمنا ويوفق لاعبتنا، لاعيبه الرجاله زي ما قلت، لاعيبه تنزل الملعب بدون اي حجج بدون اي اعذار. هو بيلعب بتشيرت نادي الزمالك، نازل الملعب اكسب. مش هعذر اي لاعب ايا كان من السبب، مش هعذر اي لاعب حتى لو كان نجم الفرقه. نازل اكسب عشان افرح جمهوري بكره. انا لو بلعب مش هلاعب ريال مدريد، الاهلي مش مرعب زي ما انتم متخيلين، ولكن كل الموضوع نفسي شويه. لعيبتنا الزمالك بتبقى نازله في اول الماتش خايفه، في بعض الماتشات بيبقى خايفه، لكن الموضوع ده اتغير بقدوم عبد الله السعيد اللي بيلعب دربيات، مش فارق معاه ناصر ماهر، احمد حمدي، اللعيبه الكبيره، زيزو، اللعيبه الكبيره اللي بتلعب خلاص. الجزيري بينزل يلعب مش خايف. في لعيبه للاسف بتبقى خايفه من الماتشات دي، انما انا عندي لعيبه كويسه جدا في الفرقه مش خايفه. عندي صفقات جديده جايه ان شاء الله تضيف لنادي الزمالك وتكون سبب ان الزمالك يفوز بالسوبر بكره ان شاء الله باذن الله. طبعا كمان الزمالك هيلعب بالتيشيرت الاسود بكره كامل. التيشيرت والشورت هيكونوا اسود. واحد بقى برضه زعلان ان ازاي الزمالك يتخلى عن الهويه. الزمالك لو ما لعبش بالتيشيرت الاسود كان هيلعب بالتيشيرت الابيض، وهيلبسونا برضه الشورت الاسود والشراب الاسود، لان الاهلي هيلعب بالزي الكامل، لان الاهلي هو يعتبر صاحب الارض عشان هو كسبان دوري ابطال افريقيا والزمالك كسبان الكونفدراليه. فالاهلي هو اللي يحق ليه ان هو يلبس اي لبس هو عاوزه، فالاهلي هيلبس التيشيرت الاحمر والشورت الابيض. فالزمالك طبعا مش هينفع يلبس الشورت الابيض، فهيضطر ان هو يلبس الشورت الاسود. فالاداره خدت قرار ان احنا نلعب بالاسود كامل. والتيشيرت بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا. طول عمر تيشيرت نادي الزمالك حاجه رايقه، التيشيرت الابيض ده حاجه رايقه. حتى لو ما لعبناش بيه بكره مفيش اي مشكله، هندعم الفرقه، هم بيلعبوا باسم نادي الزمالك. التيشيرت الاسود مش وحش، نتمنى ان شاء الله يكون وش حلو علينا ان شاء الله، وربنا يكرمنا بكره ويوفقنا ونخش زي ما قلت لك بدون اي اصابات، بدون اي نقص في التشكيل، بدون اي حاجه لا قدر الله في اي ماتش طرد في اول 5 دقائق ياثر على الفرقه. نتمنى زي ما قلت لك الماتش يمشي طبيعي بشكل كويس. وانا بقول لك ان شاء الله باذن الله الزمالك يقدر يكسب بكره، مباراه مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا، عشان طبعا المباراه ديت مباراه في بدايه الموسم، مباراه لازم تكسب من الغريم التقليدي بتاعك. مباراه طبعا هتفرح جمهورك لفتره طويله جدا، وهتبوظ وتعمل مشاكل الناحيه التانيه. فمباراه مهمه جدا لا تقل زي ما قلت عن اي مباراه او مباراه القرن. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. ده ياخدنا لحته مهمه تانيه. طبعا الزمالك كان عاوز محمود صابر من بيراميدز، الزمالك كان عاوز اسامه جلال، الزمالك كان عاوز مصطفى فتحي. كل ما يطلب لاعب من بيراميدز يقول له 30 و2 مليون دولار و40 مليون و50 مليون. بيراميدز طلع محمود صابر اللي الزمالك كان طالبه في يناير اعاره، قال له 20 مليون. طلعوا اعاره لنادي سموحه ب 2.5 مليون جنيه. محمود صابر هو اللاعب اللي كان الزمالك عاوزه من بيراميدز ومتمسك بالحصول عليه، فراح اداه لسموحه ب 2.5 مليون. وهنا ياخدك لحته لما انا جيت قلت لك بعد نهائي الكاس لما بيراميدز كسب الكاس، قلت لك بيراميدز بقى خطر على نادي الزمالك. وللاسف كان في بعض من جمهور الزمالك مبسوط وفرحان ان بيراميدز خد الكاس. انا ما يفرقش معايا بيراميدز ولا الاهلي، انا يفرق معايا نادي الزمالك واشجع نادي الزمالك. ممكن اتمنى ان بيراميدز يكسب الاهلي في حاله ان ده الفوز ده في مصلحتي، مثلا الفوز ده هيعطل الاهلي عن الدوري، الفوز ده مثلا هيخليني ان انا اتصدر الدوري. انما غير كده
انا ما اشجعش بيراميدز. يبقى طلب كل جمهور نادي الزمالك الفتره اللي جايه خلاص بيراميدز يبقى خطر على نادي الزمالك. بيراميدز عاوز يضعف الزمالك. بيراميدز عارف لو ادى اسامه جلال، لو ادانا محمود صابر اللي هو مش محتاج، وعنده لعيبه كتير هو مش محتاجها، لو اداها لنادي الزمالك، الزمالك اللعيبه دي هتيجي تتالق بفضل جمهور نادي الزمالك، واللعيبه هتتحول وهتتالق وهيبقى ياثر على بيراميدز نفسه. فبيراميدز عاوز يبعد الزمالك على المنافسه عشان ينافس الاهلي بس. ماشي، زي ما قلت لك قبل كده بيراميدز خطر على الزمالك. بيراميدز دخل في صفقه صديق اولا، بيراميدز دخل في صفقه عبد الرحمن مجدي، بيراميدز دخل تقريبا في كل الصفقات اللي انت كنت بتتفاوض معاها. تمام، فبيراميدز زي ما قلت لك بالنسبه لي بقى خطر على نادي الزمالك. وعشان كده انا اطلب من كل جمهور نادي الزمالك ما انت تشجع بيراميدز ياخد بطولات ما ياخدش، انا مش فارق معايا بيراميدز، انا فارق معايا نادي الزمالك. النهارده بيراميدز الزمالك طلب منه اسامه جلال، قال له 2 مليون دولار للاعب ما بيشاركش مع فرقته. 2 مليون دولار ده انا ممكن اجيب بهم اي مدافع من اوروبا، ماشي، مش من افريقيا كمان. ولكن زي ما قلت لك هو مش عاوز يبيع لك لعيبه عشان انت الفرقه بتاعتك ما تبقاش قويه وتنافسه، عشان كده بيحاول ان هو يضعف نادي الزمالك. وراح طلع محمود صابر ب 2.5 مليون، رقم قليل جدا. ولكن الزمالك قبل كده طلب محمود صابر في يناير قال له 20 مليون بس اعاره، فالزمالك طبعا رفض وكان عاوز يشتري اللاعب. بيراميدز يا سيدي هو مش عاوز يبيع محمود صابر. محمود صابر هيفضل يطلع عاره لزد، هيطلع عاره لسموح، هيطلع عاره لسيراميكا، هيفضل كده لففه عشان هو مش عاوزه يروح نادي الزمالك. فعشان كده بيراميدز الفتره اللي جايه مش هيديك لاعب بسهوله زي ما انت متخيل. خلاص قصه عبد الله السعيد بعد قصه عمر جابر ودونجا خلاص الموضوع اتقفل بالنسبه لبيراميدز، ما عادش هيدي لعيبه لنادي الزمالك، وتقريبا واخدين قرار بكده. فعشان كده كل ما الزمالك يجي يطلب منهم لاعب يقول لك 2 مليون دولار. فعشان كده انا كنت زعلان ان اوباما يروح فري، انا كنت زعلان ان اوباما يروح فري. حتى لو انا مش عاوزه انا ممكن ابيعه بفلوس واكسب فيه، اجدد تعاقده واطلعه عرض لاي نادي، اجدد تعاقده وابيعه لاي نادي. انما يعني مش عارف ازاي ان احنا نسيب لعيبتنا تمشي فري واحنا مش عارفين نشتري لعيب. ماشي، ده بالنسبه طبعا لقصه محمود صابر وبيراميدز. ففي تعنت شديد جدا من بعض الانديه، سيراميكا رافض يبيع لك لعيبه، زد رافض يبيع لك لعيبه، بيراميدز رافض يبيع لك لعيبه. وده اللي خلى الزمالك ان هو يتجه زي ما قلت لك انه يدور على لعيبه مزدوج الجنسيه من بره مصر يكون معاهم الباسبور المصري والجنسيه المصريه، ويدور كمان على لعيبه اجانب تحت السن عشان يزود عدد الاجانب في الفرقه، عشان طبعا خلاص ما عادش هتعرف تاخد لاعب من الدوري المصري بسهوله زي الاول. واللعيبه المميزه موجوده في بيراميدز، زد، سيراميكا، بس ما فيش اي لعيبه مميزه خارج الثلاث فرق دول. ده بقى طبعا بالنسبه لقصه بيراميدز. عشان كده خلاص نقفل قصه بيراميدز ونركز مع الزمالك بس، ما نشجعش غير الزمالك بس. بعض من جمهور الزمالك بيقول لك ان طبعا الاتحاد الافريقي والحكام وكل الناس منحازه ضد الزمالك بكره، حتى لو انت عندك حق في كل الكلام اللي انت بتقوله دوت. تمام، انا اتمنى ان احنا ناخد كل الانحياز اللي ضد نادي الزمالك وكل الاشياء وكل الانحياز اللي ضدنا، وان احنا ننزل نلعب رجاله في الملعب نموت ونفوز ضد الانحياز ده. الانحياز وكل الكلام دوت لما اللعيبه تنزل عندها غل كروي، تنزل عايزه تكسب، مفيش حاجه هتقف قدامها لا انحياز ولا حدش هينزل يلعب قدامهم في الملعب. حتى لو الدنيا كلها ضدك بكره، تمام، محدش هينزل يلعب معاهم في الملعب. هم 11 لاعب وانت 11 لاعب، فانزل موت نفسك، انزل راجل، انزل موت نفسك في الملعب، انزل هات اقصى حاجه عندك. بص، اكسب الماتش ده واعتزل، انا مش فارق معاه بعد كده، اكسب الماتش ده واعتزل، وبعد كده يا سيدي يبقى حلال حلال. انما هتفضل تدي مبررات للخساره، مبررات للخساره، للمبررات دي بتوصل للعيب. فعشان كده بطلب من كل جمهور خلاص نقفل قصه المبررات والانحيازات وما اعرفش اصل الحكم مش عارف ايه، اصل الحكام جايه من افريقيا على حساب مش عارف مين. طب ما احنا مسافرين وكلنا على حساب موسم الرياض، ماشي، الزمالك والاهلي وكل الناس اللي طالعه من مصر مسافره على حساب موسم الرياض لان هم اللي بيستضيفوا البطوله. فطبيعي الحكام اللي هتكون جايه من افريقيا برضه هتكون جايه على حساب موسم الرياض. فنقفل قصه الانحياز، اصل مش عارف في مين بيسرب التشكيل. يا جدعان ما تبرروش للخساره عشان اللعيبه مبقاش عندها مبررات، احنا نازلين نكسب بس، ماشي، احنا نازلين نكسب حتى لو كل الدنيا ضدنا بكره ان شاء الله. انا بقول لك لو احنا عندنا الرغبه والروح في الملعب باذن الله السوبر زملكاوي باذن الله، وان شاء الله جمهور الزمالك يفرح بكره. فعشان كده نقفل قصه بالله عليكم الانحياز لا خلاص، احنا حتى لو في ناس ضدنا هنكسب وهنعمل كالعاده. الزمالك كالعاده ضد اي حد، بيتحدى اي حد وجمهوره متحدي. فان شاء الله بكره هنكسر كل الانحياز ده وهنزعل كل الناس المنحازه وهنزعل اي حد يقف قدامنا. ليه؟ لان احنا زي ما قلت لك لو عندنا الرغبه واللعيبه نازله رجاله وقرصه في الملعب، في كل لاعب نازل عارف وفايق ومركز من اول ثانيه لاخر ثانيه في الماتش، انا بقول لك باذن الله الزمالك هيقدر يكسب بكره ان شاء الله باذن الله ويفرح كل جمهور نادي الزمالك. نروح لحاجه مهمه تانية، طبعا راموس زملكاوي وقال لك انا بعشق نادي الزمالك ومولود في متعوبه والكلام الجميل دوت. طبعا بعض الناس طلعت تقول لك شفت انا قلت لك، شفت انا قلت لك. انا برضو مش همشي في السكه دي، انا قلت لك بالمنطق وبالعقل وكل حاجه انا مش همشي في سكه راموس ان هو جاي نادي الزمالك. طبعا رغم تصريح وكيله امبارح ان هو قال اللاعب قريب جدا من نادي الزمالك ومن الوارد ان اللاعب يلبس تيشيرت نادي الزمالك بعد ماتش السوبر. تمام، انا بقول لك راموس مش هيجي نادي الزمالك وانا مش همشي في السكه ديت ولا حد هياخدني في السكه ديت. لو انا جيت سالتني انا كزملكاوي، بدل راموس رافض عرض من السعوديه ب 20 مليون دولار،
راموس رافض عرض من السعوديه ب 20 مليون دولار، رافض عرض في الدوري السعودي في ملاعب نظيفه جدا. هل انا اجيب راموس عشان يلعب في ملعب المقاولين ولا ملعب بترو سبورت ولا ملعب السلام ولا ايه الملعب؟ ما فيش في ملعب عدل في مصر غير استاد القاهره. فانا ما مش هلعب كل ماتشات على استاد القاهره، أنا هاخد راموس معايا افريقيا في الملاعب اللي هي ملاعب البطاطا دي. فمش هينفع طبعا، ومش معقول ومش المنطق ان راموس هيجي نادي الزمالك. دي كلها زي ما قلت لك بيحاولوا. طب ليه التصريح ده اتقال امبارح قبل الماتش؟ بيحاولوا ياخدوا جمهور الزمالك في سكه تانية، ان هو يبعدوه عن تركيزه وعن التشجيع. فعشان كده بيحاولوا يشتتوك بره الملعب. فكل مثلا دخلوك في كذا قصه فانت لسه مركز، لا احنا هنجيب لكم راموس. راموس مين اللي جاي يا جماعه؟ ما تصدقوش كل الناس اللي بتطلع تهبل تقول لك راموس جاي وراموس اصل في واحد من بره النادي هيتحمل قيمه راموس وما اعرفش ايه. اللي هيتحمل قيمه راموس ده الزمالك عليه غرامه عشان بونج له 200,000 دولار، اللي هيروح يجيب راموس ب 5 6 مليون دولار. تمام. انتوا نسيتوا ان احنا كنا هنبيع زيزو عشان 4 مليون دولار ولا ايه؟ انتوا نسيتوا ان احنا كنا ما عرفناش نجيب بن شرقي عشان 200,000 دولار؟ انتوا نسيتوا كل الصفقات اللي باظت عشان ما فيش فلوس تخلصها؟ انتوا نسيتوا مين اللي دفع مرتبات اللعيبه؟ مين اللي جاب الصفقات اللي جت؟ احنا جايبين صفقات فري وهنقسط عمر فرج. احنا لو معانا فلوس يا جدعان عشان نجيب راموس ماشي. انا بقول لك كزملكاوي افيد ليا ان انا راح اجيب فرقه كامله في كل المراكز، اجيب اجانب خمس اجانب محترمين بفلوس راموس ماشي، ولا انا راح اجيب راموس ادفع له المبلغ الكبير دوت حتى لو يتحمله حد؟ طب ما الحد ده اخليه يتحمل صفقات تانية، اخليه يسدد مديونات النادي عشان النادي يفوق. ولكن انا بقول لك مفيش راموس. ده كلها طبعا مجرد اعلام وبياخدك في سكه تانية، وبعض الناس تعمل مشاهدات وريتش. عشان كده بالنسبه لقصه راموس انا اتمنى ان هو يجي لو هيفرح جمهور نادي الزمالك، ولكن بالمنطق بالعقل انا مش همشي في السكه دي، مش هخلي حد يضحك عليا. انا بقول لك مفيش راموس ماشي. وما تسمعش كل الناس دي كلها بتحاول تشتتك قبل ماتش السوبر، حتى لو الوكيل بتاعه اللي هو معرفش اسمه ايه كده طلع فجاه بقى وكيل راموس معرفش ازاي. يعني انا اعرف ان راموس له وكلاء اجانب وراموس اقرب للدوري اليوناني، ده اللي انا اعرفه. انما راموس جاي مصر وجاي الزمالك دي بالنسبه لي غريبه جدا. مش عشان بقلل من نادي الزمالك، انا عشان بالمنطق والعالم مش عاوز حد يضحك عليا بس بالموضوع. انا عليا فلوس لكل الناس ومديون، وده راموس ممكن يقفل القيد لمدى الحياه ما نعرفش نسده. انتوا بتتكلموا في ايه؟ راموس يعني راموس لاعب كبير وكل حاجه، ولكن راموس مش جاي نادي الزمالك. عشان كده ممكن التصريح ده يزعلك كجمهور نادي الزمالك، انا مش هضحك عليك واقول لك الحق بكره راموس زملكاوي واعمل زي بعض الناس للاسف اللي بتحاول تستخف بعقول الناس، ويلا راموس جاي بكره وراموس هيوقع وراموس زملكاوي انا نفسي العب في الزمالك. انا مش هضحك عليك يا صاحبي، على عهد كما تعهدنا هنا من اول يوم على القناه ديت. ممكن الناس اللي متابعاني عارفاني قلت لك انا مش هضحك عليك ولا هاجي اقول لك تصريحات فيك عشان اخد مشاهدات او ان انا اضحك عليك في اي حاجه واستخف بيك، لا. والله لو راموس موجود على الطاوله وبيقترب هطلع اقول لك والله راموس بيقترب. حتى لو بكره راموس وقع انا هطلع اقول لك راموس وقع، ما عنديش اي مشكله. ولكن راموس مش جاي نادي الزمالك يا جماعه. راموس اقرب للدوري اليوناني، وده طبعا كله الاعلام عندنا بيحاول كالعاده يزيد في الزيطه ويحاول يشتت كل جمهور نادي الزمالك. طبعا بره الماتش ركز، عندنا ماتش مهم جدا بكره، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق نادي الزمالك. طبعا في حاجه مهمه جدا طبعا قالها جمال الغندور الحكم الدولي، طبعا امبارح كان مع خالد الغندور او كابتن خالد الغندور، قال لك يا باشا لقطة أشرف بن شرقي مع أيمن أشرف في نهائي القرن ضربة جزاء مليون في المية، وضربة جزاء صحيحة وتستحق ضربة جزاء. وزي ما احنا قلنا بعد الماتش كلنا كزملكاوية قلنا كان فيه هنا ضربة جزاء ما اتحسبتش، والنتيجة كانت 1-1 قبل هدف قفشة. ولكن غربال والحكم الفار المرتشي اللي كان جاي وحكم المغربي اللي تم تغييره قبل الماتش وكلنا ما عرفناش حاجة. وطبعا الكورونا اللي خدت اهم 3 لاعب عندك، سبحان الله الكورونا اختارت اهم 3 لاعب عندك. اوباما كان في الوقت ده، اوباما كان لاعب جامد، عبد الله جمعه كان لاعب جامد، كمان الونش كان افضل مدافع في مصر. فمش صدفه ان الكورونا تخطف 3 لاعب عندك بالصدفه، مستحيل المستحيلات. وكمان تم تغيير حكم الفار والفار ما اشتغلش طول الماتش. طب فين حتى بتاعت ايمن اشرف دي ولا بتاعت بن شرقي؟ حتى الحكم لو ما فيش فيها حاجه هيطلب الحكم يقول له تعالى شوف ماشي. ولكن زي ما قلت لك كل الدنيا كانت متظبطه في نهايه القرن ان الاهلي يفوز ماشي. وعشان كده زي ما قلنا بعد الماتش ان كان لنا ضربه جزاء ما اتحسبتش، قال لك لا ده مفيش ضربه جزاء. وبعض الناس طبعا مشيت مع الماشيين ساعتها، لان طبعا كله كان بيهيس وكله كان عاوز يفرح بقى خلاص الاهلي كسب، وكله كان عاوز يزيد في الزيطه. والحكام بقى كان بيقول لك لا ده مفيش فيها حاجه. ازاي مفيش فيها حاجه؟ ده ضربه جزاء مليون في الميه ماشي. ده الاهلي واخد ضربات جزاء اقل منها بكتير ماشي. امبارح الحمد لله طبعا زي ما قلت لك جمال الغندور بعد 4 سنين بيعترف ان الزمالك له ضربه جزاء في نهائي القرن بتاعت بن شرقي وايمن اشرف، ضربه جزاء واضحه صحيحه مليون في الميه. ولكن كالعاده بعض المدلسين بعد الماتش دوت جابوا لك حكام كده ما اعرفش مين، قاعد يقول لك لا لا مش ضربه جزاء، وقعدوا يبرروا ان هم كسبانين بعرقهم واحنا عارفين ان هم كسبانين بايه، وان مجلس الاداره اتحل قبل الماتش ب3 ايام. ده مش صدفه، الجدول كله مش صدفه. الكورونا تاخد 3 لاعيبه عندك مش صدفه. فعشان كده بكره
حتى لو كل الناس دي ضدي، انا بكره نازل اكسب. لعيبه الزمالك بكره ان شاء الله يقدموا ماتش كبير جدا، يقدموا ماتش التاريخي، ماتش عالمي، لان ده ماتش تاريخي زي بتاع ايمن منصور. كل الناس لحد امبارح بيحتفلوا وبيتكلموا عن سوبر ايمن منصور، حتى الاهلاويه بيقول لك احنا مظلومين، وهم اصلا ما شافوش محمد يوسف عمل ايه في الماتش. محمد يوسف ضرب موت في الماتش ده قبل ما ينطرد. انا ما اعرفش ازاي بيبرروا ان احنا مظلومين. ماشي، في فيديوهات موجوده. ماشي، في فيديوهات موجوده. شفت انا محمد يوسف قبل ما ينطرد ضارب، داخل على اللاعب داخله طرد ما ادوش اي حاجه الحكم. عشان كده لما الكره اللي بعدها خد طرد يقول لك لا ده مظلوم. مظلوم ازاي؟ ده في كره قبلها ما انطردش فيه. ماشي، زي برضو الماتش بتاع الاهلي والزمالك الاخير في الدوري. تقريبا كريم ندفد لما دخل على ناصر ماهر كان معاه انذار، ودخل دخله غشيمه تستحق الانذار الثاني والطرد. ابراهيم نور الدين ما رضيش يطرده في نهايه قبل نهايه الشوط الاول. تمام، نفس القصه بالظبط. فعشان كده المباراه مهمه جدا. سوبر ايمن منصور من 30 سنه بنحتفل بيه حتى النهارده، والزمالك بيحتفل بيه، وجمهور الزمالك لسه بيقول لك صاروخ ايمن منصور، وايمن منصور نفسه لسه بيطلع في الاعلام عشان الهدف ده. فهو مباراه تاريخيه، نتمنى ان شاء الله من لعيبه نادي الزمالك ان هم يقدموا مباراه كبيره جدا ويفرحوا كل جمهور نادي الزمالك. نروح لحاجه مهمه جدا طبعا، التشكيل المتوقع للمباراه، او التشكيل طبعا بنسبه 90% للمباراه. ما فيش اي مفاجات، عشان برضو بعض الناس بتقول لك في مفاجات وما اعرفش ايه، وجوميز مجهز وجوميز عامل. انا بقول لك تشكيل الزمالك والاهلي مفيش فيه اي مفاجآت. تشكيل الاهلي معروف وتشكيل الزمالك معروف. نروح طبعا نتناقش في تشكيل الزمالك المتوقع. والنهارده كمان برضه عشان الناس المحترمه اللي بتتابعنا في، بس النهارده طبعا سهره للناس اللي مش بتعرف تنام قبل ماتش او قبل الديربيات بتاعت الزمالك والاهلي، او قبل الماتشات الكبيره. طبعا انا منهم فما بعرفش انام، فهيبقى في بس بالليل هنسهر فيه مع بعض ونتناقش مع بعض في التشكيل وبكره وكده. الناس طبعا اللي مش عارفه تنام ممكن يكون الساعه 1 2 كده ان شاء الله. فعشان كده نروح طبعا للتشكيل المتوقع. التشكيل المتوقع سيدي مش هيطلع عن ال 11 لاعب دول بنسبه كبيره جدا. ممكن لاعب يتغير او اتنين. طبعا في حراسه المرمى محمد صبحي خلاص. محمد صبحي في حراسه مرمى نادي الزمالك بكره امام الاهلي، نتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله يكون مركز وينزل مش خايف. وان شاء الله زي ما قلت لك ربنا يوفقه بكره، لان احنا طبعا كالعاده ممكن الكوره تخبط في حد وتعكس، وانت عارف بقى الزمالك محظوظ قدام الاهلي يعني. فان شاء الله محمد صبحي بكره يقدم مباراه كبيره جدا ويكون فايق ويكون مركز بكره مليون في الميه. ناحيه اليمين عمر جابر ان شاء الله يكون جاهز بكره ويشارك في ناحيه اليمين، لان طبعا عمر جابر شمال ومحمد شحاته يمين هتبقى صعبه جدا على نادي الزمالك، لان كولر هيلعب على نقطه ضعف محمد شحاته. فاتمنى ان جوميز ما يجازفش بكره ويلعب وبعمر جابر جناح باك شمال. لا، انا عاوز عمر جابر بكره يلعب يمين، وده الاصح بكره ان كل واحد يلعب في مركزه بكره. ناحيه الشمال طبعا بنطايج محمد حمدي الاقرب حتى الان. محمد حمدي بنسبه كبيره جدا، لان طبعا الناس شايفين ان هو رجله كانت في الملعب. بنطايج ما بيشاركش بقاله فتره، ولكن طبعا جوميز هيشوف الحاله الفنيه للنقل اللعيبه والاجهز ان شاء الله، واللي هيفيد نادي الزمالك واللي في مصلحه نادي الزمالك ايا كان مين اللي موجود. محمد حمدي بنطايج انا هدعمه، ونتمنى كل التوفيق ليهم ان شاء الله. طبعا قلبين الدفاع مش هيخرج خلاص. المسلوس حسام عبد المجيد، المسلوسي ربنا يوفقه بكره باذن الله. حسام عبد المجيد ربنا طبعا يوفقه ويكون مركز وما يعملش بسباص كتير، لان المسباص اللي بيعملها حسام عبد المجيد ديت لو راحت للعيبه الاهلي هتبقى كارثه بكره على نادي الزمالك. فاتمنى ان هو بكره حتى لو مش عارف يبصيها شوطها في بره، طلعها اوت، اديها لعبد الله السعيد وهو يتصرف، اديها للمسلوسي وهو يتصرف، اديها حتى للباك الشمال وهو يتصرف. انما اتمنى حسام عبد المجيد بكره ما يطلعش بالكوره، عشان حسام عبد المجيد للاسف بنكون طالعين بالكوره فجاه الاقيها علينا بهجمه مرتده. فعشان كده اتمنى من حسام عبد المجيد بكره يكون مركز يكون فايق، وده طبعا يفرق مع نادي الزمالك بكره في الكرات العرضيه. ونتمنى زي ما قلت ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله. وطبعا على مستوى الدفاع نروح طبعا لنص الملعب، مش هتخرج غير الثلاثه خلاص. دونجا جنبه عبد الله السعيد 8، قدامه طبعا ناصر ماهر. دونجا عمل ماتش كبير جدا في اخر ضرب قدام الاهلي لما كسبنا 2-1، وكان سبب من اسباب ان الزمالك يجيب الهدف الثاني. قعد يتنطط من محمد عبد المنعم ولعب وتدخل في الكره بتاعه الهدف الثاني اكتر من مره. فاتمنى دونجا قدم ماتش كبير جدا في الماتش ده. اتمنى اشوف دونجا بتاع الكونفدراليه، واتمنى اشوف دونجا بتاع ماتش الاهلي. ماشي، انما العبث اللي شفته في الماتشات الاخيره ده ما اتمناش اشوفه بكره. اتمنى اشوف دونجا بكره راجل في الملعب بيقاتل على كل كوره، واتمنى كمان ياخد باله من التدخلات العنيفه، عشان طبعا الحكم بتاع بكره في مشاكل كتير عليه وفي لغط. اتمنى زي ما قلت لك ان الحكم ربنا يوفقه وما يجيش على نادي الزمالك. فعشان كده بكره دونجا. عبد الله سعد طبعا لاعب كبير، نتمنى له كل التوفيق بكره وربنا يبعد عنه الاصابات ويكمل الماتش للنهايه. قدامه طبعا ناصر ماهر. ناصر ماهر كالعاده لو فايق بكره هيعمل ماتش كبير جدا. اتمنى ان هو يكون فايق وينزل يستلم الكوره وينزل يشارك مع فرقته الماتش ده. بس يا ناصر معلش تعال على نفسك، ما تقفش تستنى الكوره، انزل قاتل مع عبد الله السعيد، قاتل مع دونجا، استرجعوا الكوره، لان طبعا المعركه يا جماعه هتكون في نص الملعب. معركه بكره هتكون في نص الملعب. الملعب صغير جدا، الملعب تشوف تحسه صغير جدا، فبكره المعركه كلها هتكون في نص الملعب. فنتمنى ان شاء الله من لعيبه نص الملعب ايا كان الثلاثه اللي لعبوا، لان بنسبه كبيره دونجا جنبه عبد الله قدامه ناصر،
في كلام تاني ان هيكون دونجا وشحاته وقدامهم عبد الله، ولكن هنشوف بكره. ولكن بقول لك جوميز ممكن ما يغيرش، يبدا طبعا بعبد الله ودونجا وقدامهم ناصر. ناحيه اليمين طبعا ان شاء الله افضل لاعب في مصر زيزو، ربنا يوفقه بكره يبعد عنه الاصابات والتعمد بتاع الكلام اللي طالع ان كولر بيتعمد ان هو يسيب زيزو في الماتشات ديت، لان طبعا زي ما قلت لك زيزو اتصاب ماتشين اتنين على التوالي في نفس المكان نفس الخبطه. فبالنسبه لي طبعا حاجه صعبه جدا. في بعض جمهور الزمالك بيقول لك متعمد، انا همشيها صدفه. ولكن بكره ان شاء الله ربنا يوفقنا وزيزو يكمل معانا، وزيزو بكره يكون فايق. بكره زيزو لو فايق ان شاء الله الزمالك بكره هيكون فايق وربنا يكرمنا ان شاء الله. والكره اللي زيزو بيشوطها بتيجي في العارضه دي ربنا يوفقنا وتكون في المرمى بكره باذن الله. زيزو لاعب كبير جدا هيفرق بكره مع نادي الزمالك. كمان ناحيه الشمال طبعا هنا الخلاف، في ناس بتقول لك مشلاك يبدا، في ناس بتقول لك مصطفى شلبي. انا بقول لك مصطفى شلبي لو جاهز ومفيش اي اصابات هو اللي هيبدا بكره، تمام، لان مصطفى شلبي لاعب خط، انما مشلاك سريع. فجوميز ممكن استغل مشلاك في الشوط الثاني في التحولات طبعا، لان طبعا لو ان شاء الله ربنا اكرمنا باذن الله وسجلنا فالاهلي هيضغط فهيكون في مساحات. فهنا دور مشلاك بقى في المساحات دي. لو انت لعبت له الكوره، عبد الله لعب له الكوره ورا هاني، هتبقى طبعا سريع جدا بسم الله ما شاء الله، فهيبقى عنده فرصه ان هو يسجل، لان طبعا بيحب المساحات، هيضرب الاوفسايد للاهلي اكتر من مره. فاتمنى بكره يعني ان شاء الله ربنا يوفق مشلاك ويقدم اضافه لنادي الزمالك. وكمان زي ما قلت لك شلبي بنسبه كبيره بكره هو اللي هيبدا لو جاهز مليون في الميه وما عندوش اي اصابه، لان طبعا كان في كلام ان هو عنده اصابه خفيفه كده او كدمه. فانا اتمنى ان شاء الله ان هو يكون جاهز. لو مش جاهز فكونراد مشلاك موجود. كمان زي ما قلت لك في الهجوم الجزيري طبعا ما فيش خلاف، الجزيري هيكون موجود بكره يا جماعه. حتى لو عمر فرج مش هيبدا الماتش مستحيل يبدا، الجزيري هيبدا بكره. وطبعا البديل هيكون عمر فرج وحسام اشرف على الدكه. فانا اتمنى كل التوفيق للجزيري، وان شاء الله ربنا يوفقنا عمر فرج يعمل ماتش كبير جدا ويساهم في فوز نادي الزمالك. زي ما قلت لك ده التشكيل او 90% من التشكيل. ممكن الخلاف ممكن تلاقي شلبي مكان كونراد مشلاك، ممكن تلاقي محمد حمدي مكان بن طايج، ولكن ده التشكيل بنسبه كبيره بكره. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للاعيبه ايا كان من اللي يلعب، اللي لابس تيشيرت نادي الزمالك نازل ينزل يقاتل في الملعب، راجل روح عنده كل حاجه. فان شاء الله بكره كل الدعم لنادي الزمالك، ومش هنبرر الخساره لاي حد. انا بكره مش هبرر الخساره سواء حكم او غيره، احنا نازلين رايحين نكسب، بس احنا كلنا كجمهور كلاعيبه كاداره رايحين نكسب الماتش ده. فان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع نادي الزمالك. طبعا اللي على الدكه طبعا او دكه البدلاء طبعا هتكون شيكابالا، كونراد مشلاك لو ما شاركش، طبعا عمر فرج، حسام اشرف، احمد محمود، الزناري، عواد. تقريبا ده كل اللعيبه اللي هتكون موجوده على الدكه، ما فيش اي لاعب يصنع الفارق يعني. ممكن محمد السيد. طبعا ده كل لعيبه نادي الزمالك اللي هتكون ممكن بن طايج. فطبعا ده التشكيل او ده البدلاء: شيكابالا، عمر فرج، كونراد مشلاك، محمد حمدي لو ما شاركش، مثلا حسام اشرف، ممكن تلاقي احمد محمود الباك اليمين يكون بديل، محمد شحاته انا نسيته. فده طبعا كل التشكيل والبدلاء. انا اتمنى ان شاء الله كل التوفيق لبكره ايا كان من يلعب. زي ما قلت لاعب لابس تيشيرت نادي الزمالك ما تتشائمش يا جماعه من الاسود او الاخضر او الالوان. انا بقول لك اللي عاوز ينزل يكسب بينزل يكسب ماشي. بكره الماتش مش بتاع نادي الزمالك، فالماتش الاهلي صاحب الارض، فعشان كده الاهلي يلبس اللبس الاصلي بتاعه. الزمالك اللي مش هينفع يلبس الابيض، لان الزمالك لو لبس الابيض هيلبس الشورت الاسود، فالزمالك مش هيلاقيها لايقه مع بعضها. فقال لك نلبس الطقم الاسود كامل. وانا ما عنديش مشكله، انا مش هعمل مشكله على التيشيرت ولا هتكلم في اي حاجه. انا بقول لك هويه نادي الزمالك موجوده، ان هو بيلعب باسم نادي الزمالك مش محتاجه تيشيرت، ولكن ما فيش اي مشكله. التيشيرت الاسود ان شاء الله ربنا يوفقنا بكره ويكرمنا ان شاء الله، ويكون السوبر من نصيب نادي الزمالك. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يطلعك اشعار البث بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.